شوي تعالى يا جماعه نوديه المستشفى مرة واحدة. ألف سلامة. أنا كويس. مالك يا حاج؟ في إيه؟ شكرا كتر خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحاج. اشرب شوية ماء يا حاج. الحمد لله. ألف سلامة ألف سلامة. الحمد لله. ألف سلامة يا حاج. الله الحمد لله يسلمك. الحمد لله بخير. شكر قدر ولطف. نوصلك يا حاج. الحمد لله. بجد والله. توكل على الله. الله يسلمك. ألف سلامة يا حاج. شكرين أوي. شكرين ألف أوي. سلامة يا حاج. شكرين. الحمد لله قدر ولطف. شوي ابني. زينب زينب انت يا زينب يا عيشة بنت يا عيشة هم راحوا فين؟ لا مراتي ولا بنتي في البيت وابني متصور مع بنات عريانة صوره متعلقة على الحيطان ومالية الشوارع ايه اللي بيحصل لك ده يا تمام؟ الموت أرحم 100 مرة من اللي أنا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. أنا ما أذنبتش للدرجة دي. طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. ولما طردته عشان ما أغضبكش. ولا كمان انا قلت انك هنا يا ابن الكلب يا صايع. ولا كمان ولا بيتا ايه؟ بس سعيد شاربين ايه يالا؟ شاربين ايه؟ ايه ده؟ انتوا بتضربوا حقن؟ حقن ايه يا سعيد؟ ما حصلش. ما حصلش؟ ما ده ايه يالا؟ انت يالا يخرب بيوتكم. ايه ده كله؟ انتوا بتموتوا نفسكم يا ابني. استاذ سعيد سيبه ينام شويه وعدي عليه هيكون اسيبه نايم ايه؟ انتوا شاربين ايه يالا؟ شاربين ايه؟ ولا حاجه. حتى اسال الواد جمال اهو. اسال جمال ايه؟ هو بيتحرك؟ وانا جمال قسما بالله العظيم لو ما قلت لي شاربين ايه لا اسلمكم في الاسم يضربوا فيكم لغايه ما يبان لكم صح. انتوا يالا شاربين ايه؟ واخدين طلق. طلق؟ شيشه دي حقن طلق. بتنام شويه وبعد كده ما بقاش حاجه. حقن طلق يا شمامين يا لمم. ايه في يا سعيد؟ حاجه يا بركه الواد جمال ابني ما بينطقش هيضيع مني. ولا كمان ولا حاجه بركه الحاجه على مهلكوا يا شباب دخلوه على جوه على جوه. ما توديله الشاشه اصلا. مفيش داعي يا بركه دي دوخه بسيطه. على مهلك يا حبيبي نايموا على السرير بالراحه 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 يا ابني. متشكرين يا شباب الف شكر ربنا يخليك يا حبيبي الف سلام. ايه يا اسطى ماله الولد؟ هو في ايه يا اسطى؟ الواد ماله؟ الواد بيضرب حقن. يا أعوذ بالله يا ساتر يا رب. ده الجيل بيطلع شمال ده ولا ايه؟ مش حقن بودره يا بلبل. امال ايه؟ حاجه بركه اسمها طلق. حقن الطلق بقت كيف. كيف ايه بس ما تقولش كيف هتخلي الكيف يزعل منك. دي العيال البودرجيه اللي مش لاقيين بياخدوها. حقن الطلق بتاعت الولاده اللي بتحمل طلق النسوان. اعمل ايه يا بركه الواد بيضيع مني. شد عليه شويه يا اسطى انت مدلعه قوي. خايف اشد عليها بركه يسيبني ويطفش. ده دماغه جزمه قديمه ويعملها. بقول لك ايه جوزه. اجوزه ايه اذا كنت انا مش متجوز؟ ايوه هيتليه يا اسطى صدقني. خصوصي لو كانت بنت صغيره كده وحلوه هتلهيه وهي بالمره تخدمكم بدل ما انتوا قاعدين لوحديكم. تفتكر كده؟ اسمع الكلام بس جرب مش هتخسر حاجه. الشباب الايام دي عايز يتستر صدقني.
بنات الزمن ده ارحم بكتير. ده لو كان بنت كنت قطعته بسناني، وهو برضه مش هرحمه بس لما يفوق. طب انا هستناك في الورشه. يلا يا بلبل نشرب حجرين، يلا الهم ده. بقول لك ايه، الواد ده تحبسه 3 4 ايام، البتاع ده ينشف في جسمه واقعد معاه، وان كبر ابنك زمله. ماشي يا دكتور بلبل، ماشي. ماشي يا سناء، هدي عليا زي ما انت عايز يا سناء، اهو دعاك بيتحقق. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. ما انا بقيت طرطور في البيت، طرطور، لمبه محروقه معلقينها زينه، ماشيين على حل شعركم انت وبنتك. كنت فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ كنتوا فين؟ يا اخويا احنا كنا في السوق بنشتري خضار عشان تيجي البنت تلاقي لقمه تاكلها. سوق ايه ولقمه ايه؟ ليكوا عين تفكروا في الاكل؟ ما خلاص البيت بقى سايب، ما عادش فيه راجل يحكمه. خش جوه يا عيشه. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ اول مره اشوفك متعصب عليا بالشكل ده. انا مش زعلانه منك ولا حاجه، بس عايزه اعرف في ايه اللي حصل. الله، انت بتعيط؟ كفاله الشر. ايه اللي حصل يا اخويا؟ فيك ايه؟ فهمني. ابنك متصور مع بنات عياله، ابني؟ وصوره متعلقة على الحيطان في الشوارع. شوقي؟ وقطعت سيرته. خلاص يا زينب، ما بقاش شوقي اللي كان لحمة حمرا وما بينامش الا بينا انا وانتي. ما بقاش شوقي، مش هو ده اللي انا شفته في الصورة. صورة ايه دي؟ اعلانات الشريط الجديد بتاع المطرب اللي صوته حلو، اللي كان بيدن في الجامع بتاع الحارة، والناس كلها تقول الله اكبر ما شاء الله، ابن الاستاذ تمام صوته حلو. يا اخويا ما تشيلش في نفسك كده، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. وهي خرت على دماغه ودماغ ابوه. انا مش عارف اوري وشي للناس ازاي، ده انا جاي واخد الحارة كلها جري، يكون حد من اهل الحارة شاف الصورة. اعمل ايه يا زينب؟ قولي لي اعمل ايه؟ يا اخويا العمل عمل ربنا، ما تشيلش في نفسك قوي كده واهدى شوية. خلينا كده نفكر في كل حاجة بالراحة. راحة؟ هتيجي منين الراحة؟ خلاص ما عادش فيه راحة. أروح أصلي بالناس إزاي؟ أقول لهم إيه؟ أديهم درس في التربية والدين، وأنا ما عرفتش أربي ابني، ما عرفتش أربي ابني. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خلاص مش هروح الجامع تاني، ولو حد سألك من أهل الحارة قولوا له الأستاذ تمام عيان نايم مات. يا اخويا بعد الشر عليك، ما تقولش كده. اهدى بس انت كده ونام لك ساعة، ساعتها تقوم وتفوق وتبقى زي الفل ان شاء الله. انا هقوم احضر لك لقمة. اهدى شوية عشان خاطري. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.